زي النهارده 13 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم سعفان، واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الزمن الجميل. اتولد إبراهيم سعفان في درب سعفان بالحي القبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية سنة 1924. دخل كلية الشريعة في جامعة الأزهر بناء على رغبة والده. اتعرف سعفان على الأديب والفنان عبد الرحمن الخميسي مكتشف موهبة الفنانة سعاد حسني، ومن هنا شارك في فيلمها الأول حسن ونعيمة اللي كتب قصته الخميسي. قدم سعفان أكثر من 150 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. فقدم للمسرح مين ما يحبش زوبة، حركة ترقيات، سلامة عاشور اللذيذ. وقت تمثيله المسرحية دي اتوفى والده، لكنه رفض انه ياخد اجازة علشان خاطر الجمهور. في السينما قدم إبراهيم سعفان افلام منها اضواء المدينة، عالم عيال عيال، و30 يوم في السجن. في التلفزيون كانت الفنان إبراهيم سعفان مشاركة في عدد من المسلسلات، اهمها مليون في العسل، وجهان للحب، المصيدة. عاش سعفان مواقف صعبة مأساوية في حياته بوفاة 4 من أبنائه في سنة واحدة، فتوفى 3 أولاد وفتاة من أبنائه بسبب إصابتهم بالجفاف. ولكن القدر صالحه ومن عليه بأبناء تانيين، ولما أنجبت زوجته سمى بنته الجديدة اسم رضا، وبعدها 4 أبناء آخرين. رحل الفنان إبراهيم سعفان يوم 14 سبتمبر سنة 1982 أثناء وجوده بإمارة عجمان الإماراتية لتصوير مسلسل، ووفاته المنية نتيجة إصابته بأزمة قلبية. كلنا على دور تفتكروا بتحبوا للفنان الجميل الراحل إبراهيم سعفان.